كيو 2 هيبقى انشط ولا اهدى من كيو 1 وايه السبب؟ انشط بكتير طبعا، لان احنا بنقفل البايب لاينز اللي كانت موجوده معانا في كيو 1 بلس ان احنا بنجهز لكيو 3 والسيزون، فطبعا هيبقى انشط بكتير وان شاء الله ربنا يكرمنا فيه. هيبقى انشط ان شاء الله، في لونشات كتير جايه في السكه، وكمان في سيزون الساحل هيدخل علينا. اكيد هو هيبقى انشط مليون في المية. السبب معروف، لان احنا في كيو 2 دايما بنبقى محضرين لسيزون الساحل، وده اقوى سيزون موجود عندنا. وفي نفس الوقت الناس اللي كانت داخله على مدارس وكانت مشغوله بالكلام ده كله ابتدت تفضي نفسها وتروق دماغها عشان تبتدي تفكر ان هي تاخد بيت جديد او حتى تاخد بيت في الساحل الجديد. بصي، بحكم السيزوناليتي فطبعا كيو 2 هيبقى انشط بكتير جدا من كيو 1، لان ده طبعا الكيو اللي احنا بنحضر فيه البايب لاينز بتاع كيو 3، فان شاء الله نعمل ارقام كويسه جدا في الكيو ده. لا، هيبقى كيو 2 طبعا انشط من كيو 1، وده لاننا خلاص خلصنا العيد وخلصنا رمضان، وحاليا احنا دلوقتي عاملين كامبينز كتير وبنحضر وبنجهز بايب لاينز كتير عشان خاطر السيزون. هيبقى انشط في باب لاينز، وفي يعتبر سيزون الساحل هيبدا بدري السنه دي. لا، انا شايف ان كيو 2 هو انشط من كيو 1، لان هو كيو 2 عامه هو بيبقى كانه بايب لاين ومعسكر استعداد كده بنستعد بيه لكيو 3 اللي هو بيعتبر اللي فيه السيزون بتاع الساحل. فلازم كيو 2 يبقى اشد من كيو 1 بكتير، لان هو البايب لاين كلها والديلز بتبتدي من اول كيو 2. شايف ان كيو 2 هيكون انشط، السبب ان في اكتر من لونش نزل الفتره الجايه في اكتر من ديستنيشن. لا، كيو 2 طبعا بيكون انشط، لان العملاء بتبتدي تهتم بالاستثمار وخصوصا الساحل، مقارنه بكيو 1. العملاء بتكون طبعا خارجه من رمضان وبدايه سنه، فبتكون مترددين شويه. اقوى طبعا من كيو 1، لان كيو 1 احنا بنحضر البايب لاينز، في كيو 2 لازم نقفلها. توقعاتي ان هو طبعا يكون انشط من كيو 1 عشان الشركات كلها بتكون خلاص بتحضر للسيزون، فاعتقد لا هيكون انشط بكتير من كيو 1.